يا مساء الفل على حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا دايما في أفضل صحة وأفضل حال. بكرة بمشيئة الله الأهلي والزمالك، مباراة كبيرة جدا جدا جدا، مباراة القمة بين الكبيرين، كبير القارة الأفريقية الأهلي وطبعا نادي الزمالك. إيه اللي هيحصل في المباراة دي؟ هنتكلم مع بعضينا على المباراة، هنتكلم عن مفاتيح لعب نادي الأهلي ونادي الزمالك، التشكيل المتوقع في كلا الفريقين، وإيه اللي بيفكر فيه عماد النحاس، وإيه اللي بيفكر فيه يانيك فريرا المدير الفني لنادي الزمالك. هنبدأ بمفاتيح لعب نادي الأهلي، حدث ولا حرج. عندك محمد علي بن رمضان، عندك حسين الشحات، عندك تريزيجيه، عندك زيزو لو جاهز، عندك جراديشار، محمد شريف، أشرف بن شرقي، محمد هاني. دول أكتر من لاعب، حوالي 6 ولا 7 لعيبة. لكن مفاتيح اللعب يعني في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي كانت معطلة في الفترة الأخيرة. تريزيجيه واحد من أقوى مفاتيح اللعب أو يكاد المفتاح الأول للأهلي في اللعب، معطل. أشرف بن شرقي نفس الفكرة، زيزو نفس الفكرة، محمد شريف مش في مستواه المعتاد. محمد علي بن رمضان تأثيره لغاية دلوقتي مش واضح. وفي بعض الإعلاميين بيطلعوا يتكلموا إن محمد علي بن رمضان أداؤه قليل وإن هو مش على مستوى النادي الأهلي والكلام ده كله. لكن يبقى لاعب كبير ويبقى لاعب عنده خبرات كبيرة جدا 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 محمد علي بن رمضان. هنشوف. طيب، لو هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي، ويخلي بالك لو حط معايا 100 خط لو زيزو موجود. لو أنا بالنسبة لي يعني لو زيزو هيكون متواجد في تشكيلة النادي الأهلي، أنا وجاهز يعني 100%، أنا بالنسبة لي ما يبدأش المباراة، يقعد على الدكة كورقة رابحة. بجانب يعني طبعا اللي هيكون موجود على الدكة حسين الشحات مع جراديشار أو قفشة، فاهم واخد بالك؟ فطبعا دكة تقيلة جدا جدا يعني ما شاء الله. فالتشكيل هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، هيكون ياسين مرعي واحد من اللعيبة أصحاب يعني القوة البدنية، وهو الوافد الجديد من نادي طبعا فاركو، بيلعب بقدمه اليسرى، مدافع شاب ومدافع عنده ثقة في نفسه كبيرة جدا، بيفكرني دايما بمحمد عبد المنعم. وجنبيه طبعا ياسر إبراهيم القوي بدنيا، اللعيب اللي هو بيدخل بصدره يعني زي ما بيقولوا في اي حاجه وبيفوت في الحديد يعني. في اليمين هيكون محمد هاني، وفي الشمال اعتقد هيكون العش، لانه هو لاعب اخر مباراه برضو كان بالعش. وقدامهم هيكون ديانج ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه. على اليمين هيكون طاهر محمد طاهر، والشمال هيكون اشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد محمد طبعا شريف. واحد يقول لي طب انت ليه ما تبداش بجراديشار؟ اقول له لا، محمد شريف في مباريات القمه بيكون مؤثر، بيكون واحد من اللعيبه يعني اللي ليها تاثير كبير جدا 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 في المباراه. هداف الجيل الحالي 7 أهداف في نادي الزمالك، يعني هداف الفرقتين من الجيل الحالي 7 أهداف. فطبعا كل الحاجات دي تخلي محمد شريف يعني يكون عنده يعني كعبه عالي شوية على نادي الزمالك يعني زي ما بيقولوا. فالجمهور كمان بيبقى عنده ثقة فيه جامدة جدا جدا. فشريف ممكن يقعد الموسم كله ما يجيبش جوان، يلعب قدام نادي الزمالك يجيب هدف أو 2 يعني. فأعتقد ده التشكيل للنادي الأهلي: الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، والعش، ديانج مع محمد علي بن رمضان، قدامهم تريزيجيه على اليمين، طاهر على الشمال، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف. مفاتيح اللعب لو في التشكيل اللي أنا قلت فيه ده طبعا هيكون محمد علي بن رمضان، هيكون أشرف بن شرقي ده أكيد، تريزيجيه، ومحمد طبعا شريف وطاهر. ال5 دول هم مفاتيح اللعب النادي الأهلي. طب لو مثلا وسط ملعب نادي الزمالك عاوز يوقف ويحاول ان هو يخف ويحد شوية من خطورة مفاتيح لعب النادي الأهلي، يعني هيكون عبء كبير جدا على وسط ملعب نادي الزمالك لما يقابل تريزيجيه وطاهر بالسرعات والمهارات، وأشرف بن شرقي مهاراته جامدة جدا وعالية جدا. فالموضوع هيكون صعب، لكن هنشوف إيه اللي هيحصل. طيب، تشكيل نادي الزمالك المتوقع لمباراة القمة بكرة بمشيئة الله: هيكون محمد صبحي لحراسة المرمى، في اليمين عمر جابر بعد ما رجع من الإصابة، حسام عبد المجيد، والقصة بقى اللي بتدور دلوقتي في راس يانيك فريرا: الونش ولا
محمد اسماعيل. من وجهة نظري الشخصية محمد اسماعيل 3 ماتشات رجليه ثابتة في الملعب، بيأدي اداء مميز، عنده ثقة في نفسه، عنده قدرات ان هو يطلع بالكورة ويستخلص الكورة كمان بدون اي اخطاء. ماشي بيزودها شوية في بعض الاوقات وببعض الاحيان، لكن انا من وجهة نظري الشخصية يبدأ بمحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمود بن تايك في الجانب الايسر. في وسط الملعب دونجا لو جاهز 100% يبدأ جنب عبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، ويعود ويعود من الايقاف طبعا كان خوان بيتزيرا في اليمين، وفي الشمال انا ابدا بادم كايد مش شيكو بنزا، وطبعا قدام عدي الدباغ. طيب ايه اللي بيدور دلوقتي في راس طبعا يانيك فيريرا؟ محمد اسماعيل ولا الونش؟ ادم الكايد ولا تشيكو بانزا؟ في ناس تقول لك يعني ممكن تبدا انت بشيكو بانزا لان هيكون في مساحات وهو برجل واسع وسرعات والحاجات دي. والله كلام يحترم وكلام برضو مميز وكلام وجهة نظر ده اكيد يعني، لكن انا شايف ان اللي رجله في الملعب اكتر من مرة وهو اللي يعني لعب اكتر من مرة جنب زميله. يعني عندك انت التشكيلة اللي فاتت كانت نعتبر ان موجود بلاش اللي فاتت، خليها مباراة الاسماعيلي اللي قبل اللي فاتت دي على طول، كان الخط الخلفي بالكامل زي ما انا قلته، خط الوسط بالكامل زي ما انا قلته، وخط الهجوم كان عدي مع بتزيرة مع ادم الكايد، فالتلاتة لعبوا مع بعض. فمش لازم في مباراة مهمة مباراة كبيرة زي دي الاعب حد غايب بقاله حوالي ماتشين او 3 ماتشات زي الونش او تشيكو بانزا، لواحد للإيقاف والتاني كان يعني للعقوبات الفنية وعدم الجاهزية يعني الفنية. فأنا شايف أني من وجهة نظري الشخصية زي ما قلت لحضراتكم صبحي مع حسام عبد المجيد وإسماعيل وبنتايك وعمر جابر، قدامهم دونجا مع عبد الله السعيد وناصر، بتزيرة مع ادم الكايد وعدي الدباغ. دي من وجهة نظري الشخصية مفاتيح لعب نادي الزمالك. يعني مفاتيح لعب مش كتير، عندك عبد الله السعيد ده اكيد، خوان بتزيرة وعدي الدباغ وناصر ماهر، ولكن تحديدا هيكون بتزيرة مع عبد الله السعيد، وهيكون بتزيرة واحد من مفاتيح اللعبة الخطيرة جدا 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 على دفاعات النادي الاهلي. دفاعات النادي الاهلي لو ما ادوش يعني لو ما خدوش حذرهم الكامل من خوان الفينا هيعمل شغل جامد جدا ان شاء الله. وبمشيئة الله بكرة نشوف مباراة نتمتع بيها. بكرة نادي الاهلي يلاقي نادي الزمالك. نادي الزمالك يريد ال3 نقاط للحفاظ عن فارق النقاط وتوسيعه الى 5 نقاط ما بينه وما بين الغريم التقليدي هو النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي لو كسب هيكون عنده مباراة ناقصة، يعني هيلعب مع كهرباء الاسماعيليه، والزمالك عنده ماتش باي، فهيبقى يكسب مباراة الزمالك. ولو كسب مباراة كهرباء الاسماعيليه الاهلي يتصدر رسميا بفارق نقطة عن نادي الزمالك، وده طبعا اللي الزمالك مش حابب يحصل. وعلشان كده انا عندي احساس بمشيئة ربنا هنشوف بكرة مباراة كبيرة، هنشوف بكرة مباراة قوية هنستمتع بيها كلنا، وهتكون مباراة كرة قدم حقيقية، وتكون كمان حاجة حلوة جدا من الجمهورين يكون عندهم روح رياضية، ما يكونش فيه اي يعني الفاظ، ما يكونش فيه اي شتيمة للعيبة او شتيمة للجمهور في التاني. برضه هنشوف زيزو بكرة هيعمل ايه قدام اول مباراة قدام فرقته السابقة قدام نادي الزمالك. احساس صعب، احساس يعني مش قوي، احساس تقيل على فكرة. فرقة بتلعب فيها حوالي 7 سنين مرة واحدة بتلعب قدامها، وكمان مع الفرقة مع الغريم طبعا التقليدي، فالمباراة تكون يعني اعتقد صعبة على زيزو، ولكن زيزو لعيب كبير وهنشوف هيأدي الموضوع ازاي. لكن يعني مجمل الفيديو زيزو لو جاهز 100% كمان ما يبدأش يقعد دكة. تشكيل الاهلي زي ما قلنا هيكون اقوله لكم تاني سريعا: الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش. في وسط الملعب محمد علي بن رمضان وديانج، قدامهم تريزيجيه، على اليمين طاهر، على الشمال اشرف بن شرقي ومحمد شريف. دي تشكيل النادي الاهلي. ومفاتيح اللعب زي ما كنا بنتكلم وبنقول هيعتمد عن تحركات اللامركزيه ما بين اشرف بن شرقي وتريزيجيه، وطاهر طبعا اللي هيبقى واخد الخط اليمين كله
جري، لان هو ما شاء الله طول بعرض سرعه بمهاره وكمان قوه بدنيه وقوه في التسديد. هيعتمد عليه عماد النحاس، هنشوف هيعتمد ازاي عماد النحاس من بدايه اللقاء. هيكون في ضغط عالي، هيسيب الكوره لنادي الزمالك، ولا الزمالك هو اللي هيسيب الكوره ويلعب على الهجمات المرتده التي تتمثل في سرعات ومهارات وجمال ودلال وخفه الولد الفينا والبساطه المتقنه من عبد الله السعيد. كل ده هنشوفه بكره، كل ده هنشوفه في 90 دقيقة أشغال شاقة مؤبدة وأشغال كروية شاقة من الفريقين. عماد النحاس وجها لوجه مع يانيك فريرا. يانيك فريرا أعتقد دي الفرصة الأخيرة ليك يا عم يانيك يا فريرا. بكرة لو كسبت أعتقد هتكمل، ولو ما كسبتش أعتقد هتاخد شنطتك وتروح. بكرة الزمالك إن شاء الله يعمل مباراة كبيرة. نتمنى إن شاء الله نادي الزمالك يكسب علشان ينافس على جدول مقدمة الجدول ويحط نفسه في الصدارة منفردا بإذن الله. التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله نشوف مباراة كويسة برضو بين الفريقين. إن شاء الله بعد مباراة الأهلي والزمالك هطلع معكم تاني، هنتكلم مع بعض برضو عن اللي حصل في المباراة، ونحلل طبعا كل حاجة في المباراة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وتقول لي رأيك في التعليقات مين هيكسب المباراة، الأهلي ولا الزمالك. يلا سلام.